من أصعب الحاجات إنك تحس إنك مش مقبول، محدش في ظهرك ولا حاسس بيك، وساعتها يا إما بتضطر تتعامل وإنت مش مرتاح، يا إما بتنعزل أكتر. وهنا يجي سؤالين مهمين جدا: هو ليه في ناس بتتحب بسهولة وناس تانية مهما حاولت بتحس إن القبول بينهم وبين الناس صعب؟ وهل النجاح فعلا ممكن يتحقق من غير ناس، ولا إحنا بنضحك على نفسنا؟ والنهاردة هنتكلم عن 4 مبادئ لو فهمتهم صح علاقتك بالناس وطريق نجاحك ممكن يتغيروا تماما. تخيل انك بتتعب وبتضحي عشان توصل لهدف كبير في حياتك، فتلاقي كل اللي حواليك بيحتقرك وبيحاربك عشان ما توصلش، لكن وسط كل ده يطلع شخص واحد بس يقدرك ويشوفك تستاهل كل خير وتقدر توصل لحاجة كبيرة فعلا. هيكون احساسك عامل ازاي ساعتها؟ اهو نفس الشعور ده حصل مع واحد من اشهر رؤساء امريكا، ابراهام لينكولن. في فترة انتخاباته كانت كل الناس بتتريق على شكله لمجرد انه نشأ في بيئة متواضعة، وفي الوقت ده وصلت له رسالة من طفلة عندها 11 سنة كتبت له فيها: على فكرة بقى، انا شايفاك شخص كويس والناس ظلماك، بس عارف يمكن لو ربيت دقنك شكلك هيبقى احلى. تتوقع شخص داخل على اي منصب يعمل ايه مع رسالة زي دي؟ يتجاهلها؟ بالعكس، ده رد عليها واهتم بكلامها وفعلا ربى دقنه. وده مش جنان، اي حد بيحتاج يحس بالاهتمام الصادق. وهو نفسه كانت من اسباب نجاحه انه كان بيسمع الناس وبيهتم بارائهم، وناس كتير حبته ووثقت فيه في فترة صعبة على امريكا. ده قائد حقيقي فضل اسمه عايش لحد النهاردة. بس ايه رأيك انت لو استغل منصبه لم مكسب وخلاص، ما بصش لقدام وبص تحت رجليه؟ الناس لما تفوق هتعمل فيه ايه؟ الكذب تأثيره مش بيدوم، ولو بصينا في التاريخ هنلاقي ان اعظم الناس تأثيرا في البشر كانوا دايما بيفكروا في غيرهم قبل ما يفكروا في نفسهم. واعظم مثال على كده هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام طلبت السيدة عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم انه يدعي لها، فدعا لها بدعاء جميل جدا. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما اسرت وما اعلنت. فضحكت من قلبها وفرحت جدا. وازاي ما تفرحش، ده النبي بيدعي لها. فقال لها صلى الله عليه وسلم: والله انها لدعائي لامتي في كل صلاة. تخيل حد بيفكر فيك وشايل همك وعايز مصلحتك ودايما فاكرك في دعائه، ازاي مش هتحبه؟ عشان كده الحقيقة البسيطة اللي التاريخ علمها لنا: الناس بتحب بصدق اللي يهتم بيها بصدق. وده كده اول مبدأ من اهم مبادئ كسب قلوب الناس بإذن الله. طيب، في سؤال مهم هنا: لو الاهتمام بالناس هيخليهم يحبوك، ايه ابسط الطرق اللي ممكن تبين بيها الاهتمام ده؟ 3 حواجز لازم هتكسرهم. واول حاجز خليني اوضحهولك بسؤال: مين الشخص اللي ترتاح له اكتر؟ شخص كل ما يقابلك وشه ثابت، كلامه رسمي، وتحس انك بتتعامل مع حيطة، ولا شخص اول ما يشوفك يبتسم وتحس ان وجودك مفرحه؟ اهو اكيد الشخص التاني. وده بقى تاني مبدأ عندنا: ابتسم بصدق. ما بقولكش تبقى سخيف، بس رحب بالناس وخليك بشوش. حتى المبدأ البسيط ده علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا عارفينه: تبسمك في وجه أخيك صدقة. المبدأ ده يا جماعة حتى لو متضايق وعملت بيه، في أبحاث بتأكد إنه بيديك طاقة إيجابية. وهنبقى نتكلم أكتر عن الموضوع ده في فيديو صغير كده ونجيب فيه الأبحاث اللي بتتكلم عن فوائد الابتسام. والله ليه فوائد، بس تبتسم بجد وما تبقاش كلاون. يعني انا ما اقصدش ان انت تبقى كلاون، عشان في ناس ممكن دماغها تروح لبعيد، يعني انا عارف. جرب بس المبدأ ده لمدة اسبوع في شغلك، في بيتك، مع اصحابك، وشوف رد فعل الناس وحياتك هتتحسن ازاي. لكن بالرغم ان الابتسامة ممكن تغير الانطباع الاول تماما، لسه في حواجز مهمة لازم تتكسر. والحاجز التاني بسيط لكن تأثيره اعمق. وخلينا أسألك سؤال غريب شوية: هل ممكن مجرد اسم شخص يغير قرار بملايين؟ أهو الموضوع ده حصل مع واحد من أنجح رجال الصناعة في التاريخ، أندرو كارنيجي. وفي وقت من الأوقات ظهرت صفقة ضخمة لتصنيع عربيات النوم في القطر، لكن المشكلة إن كارنيجي ما كانش لوحده، وكان في منافس شرس جدا اسمه جورج بولمان. وبولمان كان مصمم إنه مش هيخسر الصفقة دي بأي شكل. ومن هنا ولعت المنافسة، وكل شركة بتقلل السعر أكتر وتخترع عروض أقوى وتحاول تخطف الصفقة بأي طريقة، لحد ما كارنيجي وقف لحظة كده وقال لنفسه: باين كده المنافسة دي لو كملت مفيش حد كسبان. فقرر يعمل حاجة غير متوقعة. راح يقابل بولمان وقال له: ايه رأيك بدل ما نحارب بعض، ليه يا عم ما نتفق ونشتغل تحت شركة واحدة؟ وبدأ يشرح له الفكرة ويعرض المميزات. لكن بولمان ما اقتنعش وحس ان اكيد في مصلحة لكارنيجي من الحوار، فراح سأله سؤال مباشر: طب والشركة دي ناوي تسميها ايه؟
كارنيجي ما ترددش لحظة وقال له على طول شركة بولمان طبعا. في لحظة وش بولمان اتغير وابتسم وقال له مادام كده خلاص تعالى نقعد ونتناقش اكتر في الحوار ده. وفعلا الاتفاق تم والفكرة نجحت. كارنيجي يا جماعة كان فاهم حاجة مهمة جدا، ان اسم الانسان مش مجرد كلمة، الاسم بالنسبة لأي شخص جزء من هويته. لكن المبدأ ده مش حاجة اكتشفها كارنيجي، في الحقيقة اعظم انسان واحسن قدوة واكتر قائد اثر في الناس في التاريخ كان بيطبق الفكرة دي بطريقة أجمل بكتير، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتم جدا بأسماء الناس وبيناديهم بألقاب جميلة، لكن الأجمل من كده إن الألقاب دي ما كانتش مجرد أسماء، دي بتبرز أفضل صفة في الشخص. مثلا الصحابي حمزة بن عبد المطلب كان معروف بشجاعته وقوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيناديه أسد الله، وكأنه بيقول له انت قوتك في شجاعتك. وكان في صحابي تاني اسمه أبو عبيدة بن الجراح، وكان معروف بأمانته الشديدة، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. تخيل الشعور لما قائد الأمة كلها يقول عنك كده. وكان في صحابي ثالث دايما يساعد الصحابة في السفر ويشيل أمتعتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه سفينة، يعني كأنه سفينة بتشيل الناس وتساعدهم في الطريق. فكر معايا كده لحظة، آخر مرة ناديت شخص باسمه وكان واضح إنك فاكره فعلا، أو آخر مرة حد ناداك باسمك بطريقة فيها تقدير. الإحساس ده بسيط جدا لكن تأثيره كبير. بس استنى كده، هو انا هفضل ابتسم وانادي الناس باسمائهم وخلاص كده السحر يشتغل بقى؟ الحقيقه لسه في حاجز اخير ما كسرناهوش طبعا. وخليني اسالك سؤال، ليه في حد الناس بترتاح له بسرعه وتحب دايما تتكلم معاه، وحد تاني ممكن يكون اجتماعي بس ما تحبش الكلام معاه قوي؟ عشان نفهم السر ده خليني احكي لك موقف يوضح لنا الفكره اكتر. ديل كارنيجي بيحكي انه في مرة كان معزوم في حفلة عشاء كبيرة في نيويورك، قاعة عشاء فخمة والناس واقفة هنا وهناك وكل واحد بيتكلم مع اللي حواليه. ووسط الزحمة دي قابل بالصدفة عالم نباتات مشهور اسمه لوثر بيربانك، سلم عليه ولقى انه شخص ودود جدا، فقعدوا يتكلموا مع بعض. وبدأ العالم يحكي عن النباتات وعن تجاربه وعن الرحلات والأبحاث اللي عملها، وكان بيتكلم بحماس شديد. كارنيجي لقى نفسه مندمج في الكلام جدا لدرجة انه ساب الحفلة كلها وقعد يسمع له بس الغريب ان كارنيجي اصلا ما كانش فاهم حاجة في العلم ده، كان بس يهز راسه ويسأل سؤال بسيط ويخليه يكمل كلامه، ومع ذلك كان مستمتع جدا بالحوار. وبعد حبة كلام كده الوقت اتأخر بالليل، فكارنيجي بيسلم وخلاص هيمشي، لكن قبل ما يخرج سمع عالم النباتات وهو بيتكلم مع صاحب العزومة وبيقول عن كارنيجي كلام جميل جدا، انه شخص مؤدب وكذا وكذا، وفي الاخر قال جملة غريبة شوية، الراجل ده محاور ممتع جدا. كارنيجي اتفاجئ، انا ومحاور ممتع؟ طب ازاي؟ ده انا اصلا ما كنتش فاهم معظم اللي كان بيتقال. لكن الحقيقة بسيطة جدا، الناس مش بتدور عن اللي بيتكلم اكتر وخلاص، الناس بتحب الشخص اللي يخليك تحس انك مسموع من غير ما يمثل عليك ولا يقطعك. مين فينا ما يحبش كده؟ اي حد يعرف يتكلم ويرغي للصبح، بس مين اللي عايز يسمعك بجد؟ وهتلاقي ناس كتير بقت مقتنعة ان الجاذبية في الشخص اللي يتكلم اكتر، وان القوة في اللي صوته اعلى، واللي يقاطع غيره ويحاول يثبت ان هو الاذكى، وكأن الكلام الكتير هو اللي بيدي صاحبه قيمة. وللأسف لو في حد بيسمع اكتر ما بيتكلم، بعض الناس ممكن تتريق عليه ويقولوا بقى ما بيعرفش يتكلم او مش اجتماعي او ضعيف. لكن الحقيقة طبعا ان الفكرة دي عندنا مقلوبة خالص، لان الاستماع مش ضعف ولا حاجة، الاستماع مهارة نادرة، والاجمل من كده انها ما كانتش مجرد نصيحة في كتاب. والمفاجأة ان الصفة دي كانت موجودة عند اعظم انسان خلقا في التاريخ، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان يسمع للناس باهتمام، ولو حد كلمه كان يلتفت ليه بجسمه كله وكأن مفيش حد في المكان غيره هو بس، ويسمع للنهاية من غير استعجال ولا مقاطعة. كان يخليك تحس انك اقرب حد ليه من كتر اهتمامه بيك صلى الله عليه وسلم. وكان كلامه قليل لكن كل كلمة فيها المعنى اللي يحتاجه الشخص اللي قدامه، وكان يسمع للخير ويترك كلام الشر والباطل. فدي مش علامة ضعف، دي من اجمل الاخلاق، بل ويمكن تكون من انظر الاخلاق في زماننا. بس خلي بالك، مش معنى انك تسمع اللي قدامك انك تلغي شخصيتك او تفضل ساكت طول الوقت، لكن افضل تواصل بجد انك تتكلم وانت مستني تسمع، تحكي وبعدين تسأله طب وانت رأيك ايه؟
طب عملت ايه النهارده؟ مش سؤال وخلاص، لكن سؤال وانت فعلا عايز تسمع، ولو بدأ يتكلم تسيبه يكمل وتشجعه وتسأله اكتر. مش مستني دوره يخلص عشان ترجع لحواراتك، لكن مهتم لحد ما يخلص كلامه ويرتاح، حتى لو كلام بسيط. الإحساس ده هو اللي بيفرق، هو اللي بيخلي اللي قدامك يحس إنه مهم وإنك مهتم بيه بجد، ودي واحدة من أعلى أشكال الاهتمام. وفي النهاية وقبل ما تخرج من الفيديو، اسأل نفسك سؤال بسيط: لو أنا فعلا عايز الناس تبقى في صفي، هل بفكر في اللي هقدمه ليهم ولا بفكر في نفسي الأول؟ وخلي بالك، في فرق كبير بين إنك تكون شخص طيب وإنك تكون شخص ساذج. مش كل حد يستاهل اهتمامك، ومش أي تعامل كويس معناها إنك تتنازل عن نفسك. لكن في نفس الوقت في فرق برضه بين واحد بيهتم بوعي وعارف هو بيعمل إيه وثابت على مبادئه وأخلاقه، وبين واحد بيوزع اهتمامه في أي حتة ويستنزف نفسه. ولو كانت القسوة والغلظة هي الطريق الصح فعلا، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس بلين ورحمة ويوصل لكل التأثير ده. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمش عيب أبدا إنك تبقى إنسان كويس، بالعكس الخير يمكن ياخد وقت بس تأثيره بيفضل. لكن القسوة والكذب حتى لو كسبت بيها لحظة بتخسر بيها حاجات كتير في طريقك. فيمكن كل اللي محتاجه فعلا مش انك تبقى اعلى صوت ولا اذكى واحد في الكلام، لكن انك تبقى انسان بيفهم الناس ويسمعهم بصدق ويشوفهم بجد.